بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الزمالك عمل معسكر في اسكندريه، سافروا النهارده هيلعبوا هناك 3 ماتشات استعدادا للموسم الجديد. اول مباراه هتكون مع الانصار السعودي، تاني مباراه هتكون مع الشعلة السعودي، تالت مباراه هتكون مع الشرطه العراقي. اول مباراه هتكون بكره، بعد كده يوم الثلاث الجاي، بعد كده يوم 7 سبتمبر القادم باذن الله تعالى. فاحنا دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه محمود بن تايك المغربي ما انضمش للمعسكر رغم ان هو اجرى الكشف الطبي وخلص كل حاجه وتقريبا وقع عقود الاعاره لمده موسم واحد؟ البعض بيتساءل، هنقول الكلام ده في اخر الفيديو. يمكن في كلام اتقال عن سعد بوقير اللاعب الترجي التونسي ولاعب ابها السعودي. سعد بوقير طبعا لاعب كويس، 30 سنه، هداف، يعني بيلعب في كذا مركز في خط الهجوم. ولكن الملفت للنظر ان سعد بوقير كان بيتفاوض مع اهلي طرابلس. بيتفاوض بكام؟ اهلي طرابلس عرض عليه 400,000 دولار، وهو عايز كام؟ عايز 500,000 دولار. طب السمسار بقى اللي عرض على نادي الزمالك عرض قد ايه يا جماعه؟ عرض 800,000 دولار، يعني زياده عن اللعيب اللي هو عايزه 300,000 دولار. هيروحوا فين وهيروحوا في جيب مين؟ يعني نصحى بقى شغل السماسرة شويه اللي هم بوظوا الصفقه في اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي كان ممكن ياخد 600,000 دولار فقط، ولكن احد السماسرة اتصل بيه اللي موجود في النادي ونايم في النادي وقاعد في النادي ومعروف هو مين والناس كلها عارفاه، وبعت له قال له ده انا ممكن ازودك واظبط لك الدنيا عشان طبعا العموله تزيد بقى 1,100,000 دولار او 1,200,000 دولار. واتصل بالبركاوي واللي هو بعت رساله لاوباما وقال له انا اللي هيبقى الوكيل بتاعك، وبعت رساله لسيف الجزيري انا الوكيل بتاعك. ودي الرسائل موجوده على الموبايلات واللعيبه اتكلمت عنها وحذروا مجلس الاداره، ولكن للاسف الشديد ما زال هذا السمسار موجود اللي هو بيهدد اي صفقه جديده لنادي الزمالك. تمام؟ نيجي بقى لمحمود بن تايك. ليه ما حضرش يا جماعه المعسكر؟ محمود بن تايك ما حضرش المعسكر عشان في بعض الاجراءات الخاصه بانتقاله في القاهره، بقى البطاقه الدوليه، مش عارف هيمضي على حاجات، الفلوس اللي هياخدها، السكن، القصص دي كلها بيخلص الاجراءات دي، واحتمال كبير ينضم المعسكر بكره او بعده، بكره او بعده، يمكن بعده اكتر لانه ممكن ينضم للتدريبات بعده يوم الاحد، على اساس ان في مباراه بكره وديه مع الانصار السعودي. الوقت قليل جدا، لازم الزمالك يخلص صفقاته. السوبر الافريقي هو ده الشغل الشاغل للجهاز الفني، للعيبه، للجماهير، لمجلس الاداره. لابد من صفقات على اعلى مستوى، لان اللي بيحصل دلوقتي تهريج جدا. اللعيبه حره ومش عارفين نخلص معاهم. امال لو لعيبه مرتبطه بانديه هنعمل ايه؟ ربنا يستر، ربنا يستر على الزمالك، وشكرا.